الحين اللي يشتري سيارة جديدة وياكل مطب وش يقول؟ ليه مقروص؟ قال والله كان في قلبي لأن حبها في قلبي. طيب عيالك ما يصلون، أنت ما تصلي، ما يقول الآخرة مستآخرة والله غفور رحيم. جزاه الله خير. يا أخوان الآن شوفوا حقيقة فعلا، هل الدنيا أهم عندنا ولا الدين؟ تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. أنت رايح تبي تدخل مسجد وقيمة الصلاة الآن بيكبر الإمام، طارت من مخباك 5 ريال، تلحقها ولا تلحق تكبيرة الإحرام؟ يلا يا للشرقية، يلا أحسن الظن تكبيرة الإحرام. إيه التكبيرة. طيب أوريك، حط جنبها 50، حط 0 50 تعيش سنين. تلحقها ولا تلحق تكبيرة الإحرام؟ التكبيرة الإحرام. طيب مسيلة الدموع 0 500. والله يا أخوان ما عمرنا شفنا 500 طايح، ما في عمل تطيح 500. يا الشرقية عمرو شفنا 500 في الشارع يا الدمام؟ لا، تلقى ريال 5 لك 500 يحطها بالبوك قفلين يسكر عليها، والمخبى له قفل. ايه 500 لها محل ثاني. سبحان الله. فسألتني مرة شايب قلت وش رايك، تبي تلحق 500 ولا الصلاة؟ قال يا مطوع والله لا الحق 500 لو تفوت الصلاة كلها. والله وش ذا يا شيخ؟ هذا ملك يعني. وش هذا العصير؟ ما أعرف هذا وش هذا. كوكتيل هذا، عارف هذا أضخم عصير عندي في حياتي. الطبقات عطهم فكرة حقت هذا. على طار العصير حق المنيو. إيه الليلة خرطنا على طار العصير. كنت مع أنسبة الشيخ محمد العريف، واحد اسمه ماهر واحد اسمه سلطان. كنت أروح أنا وياهم والشيخ يقول جزاك الله خير خليك معهم. رحنا استراحات، حدثنا على شباب، حنا راجعين طبعا هم عيال نعمة، أنا بدوي انت ما بي طفران. أضخم عصير أعرفه في حياتي كوكتيل. يعني قلت عشان أسوي قدامهم إني ولد نعمة وقفهم عند المطعم قالوا إيش تشرب عصير؟ أنا مسوي كذا يعني إني أفكر وأنا ما أعرف إلا الكوكتيل بس. سويت كذا قلت طيب يعني توني بقول كوكتيل، يا ريتني قلتها. أضخم عصير عندي في حياتي كوكتيل، ما أعرف غيره ما أدري. قال لي ورا اسمه سلطان، قال أجيب لك المنيوم هذا الاسم اللي فيه العصيرات. قلت والله حلو بس خلى زيادة ثلج شوي. الرجال مع قدر ومسكها ضحك في وجهي. لقيت من بكرة على العريفي قال يا بدوي فشلتنا. هذا العبد هذا شو اسمه حق العسكريين شو اسمه باستون روبنز. هذا واحد قال لي قال تروح معي باستون روبنز، والله احسبه فلبيني بيسلم. ودي اخذ معي مطويات عن الاسلام. قلت له فلبيني لي داعي. ايش كنا نقول قبل العصير؟ ال500 عشان نعرف أهم شيء عندنا الدين ولا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تنفت عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة مما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فحنا الآن صارت عندنا أهم شيء الدنيا. بعض الآباء يسافر يدق على أم العيال المعزبة السلام عليكم طيبين شلون العيال؟ كويس. رقدوا قاموا أفطروا راحوا المدرسة تغدوا حلوا واجباتهم. ما قال صلوا. سألت بعض الآباء قلت ولدك وين فيه؟ قال في الجامعة. قلت طيب الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعة هل فات ولدك يوم من الأيام الاختبار؟ قال لا والله ما فات. ليه؟ قال والله يروح لو كان بالعقاب. قال يتوظف يجينا ب3000 نشتري شعير للحلا. هم بس شعير للحلا، حتى عياله تلقاه ما عنده مذياع ما في مشكلة. أهم شيء بعير ياكل تبع. أهم شيء البعير يبله. فسبحان الله يعني بعض الناس ما يسأل عياله صلوا ولا لا. طيب سألت الشايب قلت كم مرة فاتت ولدك صلاة الفجر؟ قال اطق المعقة وفايتنا العود مع الولع. يعني سبحان الله المدرسة قال يروح لو كان بالعقاب. بعض الآباء إذا في خير الأم متعين إذا جاي يقوم ولد لصلاة الفجر قال كيف حلال برد يعني برد على المسجد ولا هو برد على المدرسة.
يبقى حلال المسجد بعيد، طيب المدرسة ما هي بعيدة، إذا من جاي قومه يبقى حلال تو صغير، صغير على الصلاة ولا صغير على المدرسة. سبحان الله. لكن الناس صار عندهم هم وحب للدنيا، فقال حارثة يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. هذا شوف، هذه أعمال نفل غير الفرائض، هذه أعمال نفل وصلت حارثة إلى مرتبة من أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث في الإسلام: الإيمان، الإحسان. فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا وأصبحت وقد أسهرت ليلي. وشو به؟ مثل عيالنا بلاي ستيشن، بقيام الليل. أصبحت وقد أسهرت ليلي بالقيام وأضمعت نهاري بالصيام، وكأني، شوف المنزل اللي وصل لها، وكأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزا أمامي. الآن وصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه. وصل إلى هذه المنزلة. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.